صلى على النبي الاول. تمام. احنا قلنا صلى على النبي، هتشترك وهتفعل الجرس وهتدوس لايك. تمام، يبقى هتصلي على النبي، تفعل الجرس، تشترك، وتدوس لايك. طيب تعالى بقى، ما اقول لك حاجه مهمه بقى عشان تعرف حاجه بسببها هتغير ورقه دبرياج اللي تسحب معاك، حتى لو مكانتك زيرو ما كملتش شهر ولا اتنين، والمشكله ده عندك هتغيرها وهتفكر ان هو ورقه دبرياج، ولو غيرت ورقه دبرياج هيبقى برضه العيب عندك زي ما هو. تعالى ليا سنه كده بعد اذنك. بص يا باشا، دايما احنا هنا ده اسمه مقبض الدبرياج. تمام كده، ده مقبض ايه؟ الدبرياج. في ناس كتير بتدوس وتسيب ويبقى عنده عضه من هنا، فكروا سلك، فكروا جرابي، فكروا حلزونه، مش عارف ايه الكلام ده كله. لا، حلو كده. لا، تعالى بقى ما اوريك المشكله الاهم والاصلح، وخلي بالك منها دايما تركز فيها. بص يا باشا، ده دلوقتي مقبض دبرياج، هنجيب لك واحد عشان اشرح لك بره عشان تفهم معاها مظبوط او تعرف مظبوط. ده مقبض الدبرياج بالغيارات، وده مقبض الدبرياج اهو. انا لما بدوس دبرياج كده بيدوس معايا، اما بيسيب مفيش مشكله خالص، طالما عندي الديسك كويس والسلك بتاعي كويس وماسورتي كويسه، الدبرياج معايا بيبقى 100 100، مفيش اي مشكله خالص. حلو كده. طيب ايه المشكله هنا يا عم يسرا، وايه المشكله اللي احنا بنقول عليها عشان ناخد بالنا منها؟ لما انا احل لك ده دلوقتي عشان اوريك حاجه صغيره، بحل المسمار ده اهوت. حلينا المسمار اهو، ماشي. شلنا المسمار من الماسوره. تمام اهو. تعالى بقى بص على المشكله اللي هنا بقى. مقبض الدبرياج عندي هنا اتاكل منين؟ من مطرح المسمار اتسع. يعني لو حطينا المسمار كده وجينا نحرك، بص المسمار بيعمل ازاي؟ بيتحرك اهو. هو المفروض ثابت في مكانه زي الودن دي بالظبط، بتبقى على قد المسمار محكومه، لا يروح يمين ولا بيروح شمال. طيب وايه لما ده بوش، ايه اللي حصل كمان؟ خلاني برضو الماسوره هنا بوشه. الماسوره هنا برضو بوشه. بص، بوشت خالص. ومن مطرح المسمار من تحت برضو عملت مجرى وفتحت. طب ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله ان انا الدبرياج عندي زي ما هو كده، انا باجي ادوس دبرياج، المقبض بيجي معايا على المسمار هنا، وفي الرده بتاعته بيروح معلق. بمعنى زي كده بالظبط، انا بدوس دبرياج اهو، تمام، وما بسيب بيروح راجع لجوه كده، فبيروح معلق، ما بيدينيش الرده بتاعه المقبض كلها، يبقى رجع معايا بس ما رجعش للاخر. زي كده بالظبط اهو، بيدلوا على كده. شفت السنه الاخيره دي؟ ركز معايا هنا، السنه الاخيره دي اهو. تمام. ليه؟ لان البوش بتاعه ده عمل دايره في المسمار بالماسوره، ما خلاش المقبض رجع للاخر، ما رجعش لورا كده. تمام. فاصبح ان يدنه دايس معايا دبرياج، يدنه دايس معايا دبرياج من ورا. انا سايب من هنا رد معايا، تمام، بس ما ردش من ورا كله، الحلزونه عندي واخده سن الدبرياج على الورق نفسه. فاصبح ان المكنه تمشي، لو جيت اشخط في المكنه الاقي المكنه بتذبذب معايا، سحبها مفيش، فافكر ان ورق الدبرياج عندي باظ. والمكن الجديد ثلاث ارباعه بيغير ورق الدبرياج بسبب الماسوره والمقبض. ورق الدبرياج في المكن الجديد ثلاث ارباعه بيتغير بسبب الماسوره والمقبض. فانا قلت اوعيك واعرفك عشان ما تغلطش غلطه. قبل ما تحل ورق الدبرياج بتاعك بص على المقبض بتاع الدبرياج اهو، لقيته سليم وماسورتك سليمه، ابدا بص على ورق الدبرياج. ده فيه مشكله، عالج ده الاول وبعدين بحكم على ورق الدبرياج. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله مع يسرا ابو طبيخ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.